FM. نحن اليوم كنا موجودين امام مؤسسه الاذاعه التونسيه في اطار الوقفه الاحتجاجيه اللي تنظمها النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين والنقابه العامه للثقافه والاعلام، وفي اطار يوم الاضراب اللي شنوه زملائنا في مؤسسه الاذاعه التونسيه سواء على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي للتنديد ورفض التعيينات المسقطه، انهم يجيبوا في ناس اللي هم من خارج المؤسسات الاعلاميه اللي هم من خارج الاسره الاعلاميه وينصبوا فيهم فقط على اساس الولاء باش يخدموا بهم الاجندات نتاع التحكم ووضع اليد على الاعلام. اليوم هذا يوم ملحمي بالنسبه لنا. هذا ثاني اضراب يتم بعد الاضراب التاريخي نتاع 17 اكتوبر 2011. ما هوش لاسباب ماديه، ما هوش المطالبه بتحسين شهري، ما هوش المطالبه بتحسين اوضاع اجتماعيه، والناس الكل تعرف اللي تقريبا الصحفيين هم اكثر فئه اليوم اللي هي تعاني من التهميش وتعاني من سوء الاوضاع الاجتماعيه اللي تخدم فيها، ولكن للحفاظ على اهم مكسب تحقق للتوانسه اللي هو حريه الاعلام، وللحفاظ على استقلاليه المؤسسات الاعلام العمومي باش تبقى المؤسسات هذه هي صوت المواطنين وما عادش ترجع كما قبل صوت وهراوة في يد السلطة باش تزيف بها الحقائق وتكذب بها على الناس وتستخدمها في نبوق نتاع دعاية. هذا إنسان اليوم وقت اللي وصلت النقابة دعات الأضراب فيعني أنه انقطعت كل سبل التواصل والحوار فهمتني معه. هذا فهمتني إنسان ما قابل فهمتني حتى حوار، يتصرف في المؤسسة هذه كأنها مزرعة خاصة ليه، يعين فيني كيما فيني يحب هو من غير ما يستشير الاطراف نتاع المهنه، والانكى كيما قلت لك انه قاعد يجيب في الناس من خارج المهنه ومن خارج المؤسسات. تصوروا في تطاوين مثال ثم كان عندنا في مدير اللي هو مهني زميلنا ثامر الزغلامي، هذا انسان اذاعي مختص وكان حتى مناضل وقت فني بن علي الايام الصعيبه من مدافعين عن الحريات، هو عضو في المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين سابق، تم اقالته باش يجيبوا شخص ينتمي لحركه النهضه ومن الناس اللي شاركوا في المسيره اللي تم فيها قتل لطفي نقض. يعني هذا مثال صارخ على كيفاش تتم الاداره نتاع الشان الاعلامي، ورغم كل التحفظات رغم كل الملاحظات الا انه لقينا كان الاذان صماء وقت اللي تنقطع السبل نتاع الحوار، الوسيله الوحيده تكون هي الاضراب. وعلى كل نحن اليوم هذه اضراب في مؤسسه الاذاعه فمني بركه، نتمناو راهو هدفنا ما هوش لا ندخلوا في مشاكل ولا ندخلوا في صراعات، نحن نحبوا نحلوا المشاكل ونحب نحلوها عن طريق الحوار، لكن اذا كان وصلنا للاضراب لانه ما لقيناش شكون يسمعنا وشكون اللي يتحاور فهمتني معنا، ونتمناو انه الاضراب هذايا يبين لكل من يعنيه الامر انه القطاع هذا راهو مش مسايب وراهو ليهم ماليه اللي يحميوا حريته ويحميوا استقلاليته، وانه اذا كان باش يواصلوا التعنت نتاعهم نحن رانا باش نواصلوا في التصعيد نتاعنا. طالبوا بتطبيق القانون، تطبيق القوانين اللي سنتهم الحكومه هذه معناتها المرسومين 115 و 116 بالاساس، اللي معناتها التعيين ما يتمش الا في اطار معناتها الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري اطار تطبيق القانون. المساله الخطيره برشا تطرح عده تساؤلات، هل الحكومه هذه هل هي ناويه على التداول على السلطه والا لا؟ اذا كان ناويه على التداول على السلطه معناتها بالتالي وانه قاعده تكرس في حاجات خطيره برشا، معناتها اللي يمسك بالسلطه هو اللي يمسك بالاعلام معناتها خاصه الاعلام العمومي، هذا خطير برشا. اذا كان معناتها انت تحب تسيطر اليوم تحكم، تحب تسيطر على الاعلام وغدويك باش يجي يحكم باش يسيطر على الاعلام ويقصيك انت زاده، اللعبه خطيره برشا. نقول له راهو بن علي معناتها في ظرف 23 سنه وصل يسيطر على الاعلام تقريبا سيطره كليه الا بعض الانفلاتات، لكن هذا ما منعش من حدوث يوم 14 جانفي، وبالتالي فان الحكومه مطالبه باش تراجع نفسها ونرجعوا للشعار القديم. الثوره هذه قامت من اجل معناتها الرجل المناسب في المكان المناسب. عندنا معناتها الساحه الاعلاميه زاخره بالكفاءات وزاخره بالمحترفين، لكن للاسف الشديد قاعدين نشوفوا معناتها في لخبطه وفوضى كبيره برشا. تحبوا تجازيوا المناضلين تاعكم تجازيهم في اماكن اخرى، لكن في قطاع حيوي واستراتيجي اللي هو اسمه الاعلام هذا يتسمى لعب بالنار.